هنبدأ بإنياك أو إلكترونيك نيوميريكال انتجريتور اند كمبيوتر. ده أول كمبيوتر كهربائي تم تسجيله إنه أول كمبيوتر كهربائي في التاريخ. قبل إنياك نفسه كان في أكتر من كمبيوتر إلكتروميكانيكال، ظهر في أوروبا مثلا حاجة زي زي 3، وده ظهر في ألمانيا، وأمريكا نفسها كانت شركة اي بي ام أنتجت جهاز معروف اسمه هارفارد مارك 1. لكن إنياك يقال إنه أول فولي إلكترونيك كمبيوتر. تم تطوير إنياك عن طريق جامعة بنسلفانيا بدعم مادي كامل من الجيش الأمريكي. في الفترة دي الجيش كان بيعتمد على الكمبيوتر الميكانيكي في إجراءات حسابات متعددة، على رأسهم حسابات الخاصة بالأسلحة، ده غير طبعا حسابات بحوث العمليات اللي هي نشأت أصلا من علوم الجيش. جهاز إنياك كان عبارة عن آلة حاسبة متطورة، جهاز كبير جدا قادر إنه يعمل up to 350 operations per second، ودي حاجة البشرية ما شافتهاش قبل كده. على حسب المصادر التاريخية فإنياك أول فولي إلكترونيك كمبيوتر كان أسرع ب1000 مرة من الميكانيكال كمبيوتر القديم. العمليات الحسابية لأحد الأسلحة المستخدمة في الجيش اللي كانت بتاخد 12 ساعة على الميكانيكال كمبيوتر بقت تاخد على إنياك 30 ثانية. ده فرق مذهل. باقي الكورس وكورسات تانية على موقع المنصة تقدر تشترك فيهم وتتعلم أصول المهنة.